أهلا وسهلا بكم. أتمنى أن ألقاكم في أحسن صحة وأفضل حال. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض اللانشون الاقتصادي. هنعمله النهاردة بدون لحوم بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وهيبقى زي المصانع بالظبط. يلا نبدأ على بركة الله، نشوف المكونات والمقادير وطريقة التحضير ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أول حاجة في المكونات هنشوف التوابل. معايا ربع معلقة من البصل البودر، ربع معلقة من الثوم البودر، ربع معلقة من الفلفل الأسمر المطحون، ربع معلقة من الحبهان المطحون، 3 أو 4 فصوص كوبيبة صيني اللي هي البهارات الحلوة، ربع معلقة من الملح، مكعبين مرق الدجاج ماجي، وممكن نستبدلهم بمكعبين مرق الدجاج لحم. في الخلاط هنضيف بقية المكونات. هضيف 150 جرام من الدقيق بمقدار مضج الشاي ناقص معلقة كبيرة. هضيف كمان 70 جرام من النشا بمقدار كوباية القهوة. هضيف كمان نص مضج من الزيت. هنضيف التوابل اللي شفناها مع بعض في بداية الفيديو، وممكن تزودي عليها معلقة صغيرة من بهارات اللحمة أو بهارات الفراخ. طبعا ضفت 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. البيض اللي انا استخدمته بيض كبير. هضيف كمان 4 مكعبات من الجبنة النستو، اي نوع جبنة نستو تحبيه. هضيف سنة كده من اللون الاحمر. انا استخدمت هنا سنة بسيطة جدا من دم الغزال. لو عندك الالوان اللي هي زي الوان الطعام، اللي هي صالحة انها تتحط على الطعام زي الوان ماجيك، ممكن تستخدميها. ضفت كمان نص مضج من المية بمقدار مضج الشاي. هاخد كل المكونات دي وهخفقها لمدة 3 دقايق لحد كلها ما تدخل في بعضها كده وتتجانس. ده كده الخليط او القوام المطلوب. القوام دون مش قوام تقيل ولا خفيف، القوام ده قوام متوسط. معايا كوبايات بقى عادية جدا. احنا هنسوي اللانشون النهاردة في الكوبايات دي. كوباية مية عادية جدا، مش كوباية حرارية. ومضج الشاي العادي. انا دهنت الكوبايات دي بزيت علشان خاطر لما اجي اخرج اللانشون يخرج معايا بسرعة. هبدأ اصب الخليط في الكوبايات. انا مش هامله الكوبايات قوي لان هو في اثناء السوا ممكن يزيد معايا، فانا هامله الكوبايات بتاعتي 3/4. في شويه كمان فاضوا كده مني فهحطهم في كوبايه صغيره. معايا هنا بقى ورق ألمونيوم. انا هغطي الكوبايات دي بورق ألمونيوم عشان لما يكون بيستوي ما تطلعش اي رذاذ من الميه او اي نقط من البخار تنزل على اللانشون. هنشوف بقى طريقه التسويه. طبعا انا حاطه حله على النار بتغلي. هطعم الميه دي ب3 أو 4 ورقات كده من اللوري، و3 أو 4 فصوص كمان من الحبهان. انا مش حاطه ميه كتير لان انا عايزه الميه توصل للكوبايات لربع الكوبايه، مش عايزه الميه تغمر الكوبايه كلها او تكون يعني ماليه الكوبايه كلها. انا عايزه الميه توصل للكوبايه لحد ربعها زي ما هنشوف دلوقتي. طب هنحط الكوبايات دي، السؤال اللي هيجي هنا، هنحط الكوبايات في الميه مش هتفرقع؟ لا ان شاء الله مش هتفرقع. انا هنا النار شغلتها او خليتها على نار هاديه جدا. خليت النار هنا هاديه جدا، اهدى درجه حراره عندك، ونزلت بالكوبايات زي ما انت شايفه كده. هغطي بقى هنا الغطا، بس هخلي فيه فراغ، يعني هخلي الغطا كده موارب عشان يخرج لي اي بخار فيها لحد ما الكوبايات تسخن، وبعد كده هغطيها خالص. بس انا هفضل مواربه الغطا كده لمده 5 دقايق، وبعد ال5 دقايق هغطي الحله غطا كامل لحد بس ما الكوبايات عندي بتسخن. طبعا الكوبايات مش هتفرقع ولا حاجه لان انا مشغله هنا على نار هاديه جدا. لو عليت النار مره واحده الكوبايات ممكن تفرقع. طيب مدة اللانشون هياخد قد ايه؟ اللانشون بتاعنا هياخد في حدود 35 دقيقة على نار هادية. كده اللانشون بتاعنا استوى.
طبعا هو مشربش الميه كلها بتاعته اهي زي ما انت شايفه، بس لو انت بتسويه وشرب الميه نقصت او قلت، هتزودي ميه سخنه مش هتزودي ميه بارده. هبدا اشيل كده ورق الالومنيوم واختبر اللانشون بتاعي. معايا سكينه، ببتدي ان انا اغرز سكينه كده او خله شيش طاووق في قلب اللانشون. لو طلع كده ما فيهوش اي عجين يبقى هو استوى معانا. وشايفه زي ما انت شايفه كده اللانشون بتاعنا كمان زاد في الكوبايه. خلاص ببدأ اخد الكوبايات دي واسيبها تبرد بدرجة حرارة الغرفة، وبعد ما تبرد خالص بدخلها التلاجة. لما بياخد درجة برودة من التلاجة بيتماسك اكتر ويديكي نفس نتيجة المصنع بالظبط. وزي ما انت شايفة الكوبايات ما فرقعتش معايا اهيا ولا اتكسرت في المية ولا اي حاجة. وده لان انا غطيت الغطا، خليته بس موارب لمدة 5 دقايق وبعد كده غطيته غطا كامل. دي كده الكوبايات بتاعتنا بعد ما سقعت في التلاجة. هنبدأ بقى ان احنا نطلعها زي ما انت شايفه كده، بس بالسكينه بسلك اللانشون من الكوبايه عشان ما يطلع معايا بسهوله. شايفه مش هتفرقيه عن الجاهز. ده كده شكل اللانشون بتاعنا. هنبدا نقطعه. التقطيع هنا على حسب رغبتك، تقدري تقطعيه رفيع، تقدري تقطعيه متوسط تخين. انا هقطعه تقطيعه متوسطه. لو عندك المكنه بتاعه اللانشون هتسهل عليكي كتير التقطيع. طبعا الكميه اللي انت هتشوفيها في الطبق دي من المضج بتاع الشاي، يعني دي القطعه اللي احنا عملناها في مضج الشاي. فما شاء الله هو بيعمل كميات كبيره، وتقدري تحتفظي بيه في الفريزر، وتطلعيه قبل الاستخدام بساعتين. تحطيه في اكياس من اكياس التلاجة وتطلعيه قبل الاستخدام بساعتين وتقطعيه. شايفه القوام والملمس؟ القوام والملمس ناجح جدا لان المقادير مظبوطه. طبعا ان شاء الله هحطلك المقادير بالجرام والكوبايه في صندوق الوصف، في اول تعليق مثبت، عفوا في اول تعليق مثبت هحطلك المقادير بالجرام والكوبايه. ده كده اللانشون بتاعنا ان شاء الله هينفع معاكي يعني للفطار الخفيف، هينفع معاكي كمان لسندوتشات المدارس. سهل جدا بسيط غير مكلف. عملناه النهارده من غير لحوم، نجح جدا. ودي كده الكميه بتاعت كوبايه واحده، يعني هو بيرمي معانا كميات وهيكون موفر معايا جدا. هنبدا بقى نقطع بقيه الكميه ونزينه كده بشويه تزيين بسيطه. طبعا اثناء تسويته، اثناء بعد الخفق الخليط بتاعنا تقدري تضيفي عليه شويه كده من حبوب الفلفل الاسمر الصحيحه، وبعدين تصبيه في الكوبايات. هتلاقي كده الحبوب بتاعه الفلفل الاسمر موجوده في قلب اللانشون زي بتاع المحلات. ممكن تستبدلي كمان الفلفل الاسمر الحبوب الصحيحه دي بشويه كده من الزيتون المقطع. ما شاء الله نجح جدا. هنبدأ بقى نزينه كده بشوية من الخيار معاهم كده قرن فلفل أخضر. التزيين هنا بقى والتقديم على حسب راحتك انتي. وبكده نكون انتهينا من فيديو اللانشون. يا رب يكون عجبكم الفيديو، وإن شاء الله ألقاكم